أصلك ثم أصلك. عمرك ما تحشم أنه تطلع تتكلم بلغة ثانية، لهجة ثانية، تحكي عن ثقافة ثانية غير ثقافتك. هذه الكلمة موجهة خاصة في فترة معينة مريت بها سابقا، وكان لازم نكونوا هكا أكثر. نعم. فنتمنى أنه منا ورايح نكونوا هكا أكثر، مش لأني سهيلة، لأني بنت الجزائر، بنت بلادكم، وراني نمثلكم. وصفحتي إن شاء الله راح تكون منبر لكل ما هو جزائري، كل ما هو شيء مشرف إن شاء الله. ونتمنى كل التوفيق لأي إنسان ساهم في حاجة تضيف لشخصيته، لعائلته، لبلاده، لوطنه، حتى يعني لأجره إن شاء الله. نطلب منه يعني يساهم في هذا الشيء ويتقدم، والقمة تسعى للجميع، وجود لك للكل. صح. تلقت كما نقولوا انتشار واسع في الصفحات الجزائرية والعربية، وحتى في صفحات أجانب حطوا منها على ما أظن أوروبية. إيه. على ما أظن إن شاء الله، يعني ما نكونش غلط في كلامي لأنه كانوا بزاف ما يتعدوش. كنت تستناي هذا الشيء؟ إيه. نعم. بكل صراحة الاثنين حاجة من قلبك. نعم. الاثنين نحبوا بلادنا. نعم. فالاثنين ما عملناها مش دعم تاع شركة ولا تاع كما نقولوا. نعم. حاجة خاصة، هذا دعم معنوي ودعم خاص منا احنا، برهان انه نحبوا ثقافتنا ونحبوا بلادنا. يعني نقدروا نبرهنوا بهذا الامور، ما نقدرش نبرهنوا بطرق اخرى كوننا احنا في الواجهة. فالسوشيال ميديا هو المنبر الوحيد اللي كما نقولوا نقدر نعبروا فيه على كل ما يخصنا احنا شخصيا، وكل ما يخص فننا، وكل ما يخص بلادنا. فدايما نحب نعطي صورة احسن. وفرحت بزاف قلت لك كي شفت الناس يتكلموا عن تراثنا في الوطن العربي كامل، يتكلموا مش لاني سهيله بن لشب ولا همني ولا لقب. كنا توندونس، يعني كان الهاشتاج لكل لبس من الملابس التقليديه يطلع الاول في ترند الجزائري في تويتر. ما كانش يهمني اسمي على قد ما كان يهمني النشاط اللي داير في السوشيال ميديا. يعني شحال من واحد هدر وشارك في هذا الهاشتاج لدرجه انه يعني خلاه الاول كحديث السوشيال ميديا في هذاك اليوم. فهذا الشيء اللي كان هو فرحنا اكثر.